صباح الخير يا صباح الجمال وصباح السعادة، صباحكم زي اللبن الحليب. ازيكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير دايما. نصلي على الحبيب قلبنا يطيب، واللي يصلي على الحبيب ابدا لا يخيب. نهاركم سعيد ان شاء الله، ربنا يجعل يومكم النهارده مليان بالحب والخير والتفاؤل والامل وراحة البال. ما تنسوش دعوة حلوة كده منكم لأم وأبويا موتانا أجمعين يا رب العالمين. وحشتوني 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 وكمان مرة وحشتوني. إن شاء الله ما تحرم منكم أبدا، ولا برضو تتحرموا مني أبدا أبدا. النهاردة إن شاء الله يا حلوين صباح جديد ويوم جديد ويوم بسيط بإذن الله، وإن شاء الله تتشجعي معايا. أول حاجة زي ما أنت عارفة، لازم أول ما بصحى الصبح كده لازم أعمل ليا كوباية كابتشينو. عشان إيه؟ تروقنا كده وتروق المزاج، وكمان تخلينا نشوف اللي ورانا. وبعد كده يا حلوين تعالوا عشان نحط دور في الغسالة. امبارح كنت جايبة الاوكسي ده، طبعا انتوا عارفين ان انا بستخدم اوكسي، بصراحة بينظف وجميل وزي الفل. يعني انا مهما جربت مساحيق تانية برضو برجع للاوكسي. الاوكسي بصراحة بيخلي الهدوم ريحتها حلوة وفي نفس الوقت كمان بينظف. الاوكسي ده يا جماعة 9 كيلو، تمام. انا كنت جايباه اخر مرة، قبل المرة دي كنت جايباه ب 445، لكن معرفش المرة دي هو زاد او نقص في السعر، لان ابني المرة دي هو اللي جايبه، وجايبه طبعا من ست جارتنا بس على اول الشارع. انا بتعامل معاه ولسه والله ما حاسبتهاش، يعني ان شاء الله باذن الله اروح احاسبها عليه. يعني انا بجيب منها اللي انا عايزاه، هي عارفاني يعني وفي بينا تعامل. فمعرفش بصراحة هو زاد ولا سعره زي ما هو. ريحة الأوكسي بنسيم اللافندر بصراحة بيخلي الهدوم على الحبل كده ريحتها مفحفحة، وكمان لما احنا كده بنلبس الهدوم بتبقى ريحتها جميلة، الله وكيل يعني. ما شاء الله، طبعا في روايح كتير بس نسيم اللافندر ده بيخلي الهدوم ريحتها بسم الله ما شاء الله كده، ريحتها منعشة وجميلة. حطيت نص الأوكسي في قلب الجردل، والنص التاني خليته في الكيس زي ما هو. وبعد كده حطيت بقى دور في الغسالة، كان عندي ملايات. شغلت عليها الغسالة، وتعالوا بقى ايه نحضر فطار كده بسيط وجميل للعيال. طبعا ولادي قالوا لي يا ماما اعملي لنا شعرية النهارده في الفطار. انا من زمان ما عملتهاش، لان انا بعملها كتير في الشتاء، لان الشتاء بيحب الحاجات دي، لكن في الصيف بعملها بسيط. اول حاجة كده يا حلوين حطيت معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وبعد كده ايه طبعا مهدية النار عشان ايه السمنة متتحرقش. كان عندي بقى كيس شعرية حطيته كله، قلت ما اعمله كله عشان الكل ياكل منها. وعندنا بقى طبعا بيحبوها باللبن، يعني بيحبوا يحطوا عليها حليب وياكلوها. بعد كده طبعا بقلب فيها طول ما انا واقفه، يعني لما تيجي تعملي الشعريه ما تسيبيهاش خالص، قلبي كده فيها وهدي النار، عشان الشعريه من الحاجات اللي هي بتتلهف على طول او بتتحرق على طول. معلش انت هتقفي شويه بس ايه هتحمر معاكي، يعني مش هتغيب. بس اهم حاجه يعني ما تتلفتيش عنها او تسيبيها، لا قلبي فيها طول ما انت واقفه، والنار طبعا تكون هاديه. ما شاء الله كده خلاص قلبت فيها لحد ما ادتني اللون الاحمر الجميل ده، يعني ما تغمقهاش عن كده. بعد كده بكون محضره شويه ميه بشويه سكر، تمام. طبعا انت بتحضري كميه الميه على قد كميه الشعريه، وحطيت شويه سكر. طبعا انت بتدوقي السكر، لو السكر مناسب خلاص. انا بحب السكر هادي. والميه يا جماعه بتكون على وش الشعريه على طول، يعني ما تكتريش ميه، عشان الشعريه من النوع اللي هي زي المكرونه بتعجن على طول. شايفين؟ يا دوبك بس الميه مغطيه الشعريه من فوق. كنت بقى ناسيه احط فانيليا، حطيت حوالي نقطتين او نقطه واحده، ما تكتريش، لان طبعا ريحه السمنه البلدي اللي فيها مخليها اصلا تحفه. بعد كده سبتها بقى ايه زي الرز، يعني تغلي، وبعد كده ايه اهدى عليها عشان تتردد، وغطيت الحله بالغطا عشان البخار يسوي الشعريه. وبعد كده ايه نقلبها. طبعا انا قلبتها مره قبل كده وادي المره التانية. 5 دقايق بالظبط الشعريه بتكون استوت معاكي وبقت زي الفل. ما شاء الله عسل كده، حاجه كده ايه تفتح النفس. شايفين الشعريه بسم الله ما شاء الله مفرفطه ازاي، يعني مفلفله وجميله. ما تكتريش ميه عشان ما تعجنش منك، لو عجنت منك هتبقى عامله زي الكلاكيع كده، يعني ايه حتت 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 كده ملكفته مع بعضها. فانتي خلي الميه يا دوبك بس على وش الشعريه، وهتكون معاكي ما شاء الله مفلفله وزي العسل. حطيت بقى عليها الحليب، عندي ولادي بيموتوا فيها بالحليب، ما شاء الله بتبقى عسل كده. حابه بقى تضيفي كمان شويه مكسرات زي سوداني، زي اي مكسرات تانية، زبيب، جوز الهند، ده حاجه ترجع لك انتي. لكن هم ما شاء الله بالف هنا فطروا بها كده. وانا ما اكلتش بس غير معلقه او معلقتين، لان انا شبعانه. يا دوبك بس خدت كوبايه الكابتشينو شربتها والحمد لله.
تعالوا بقى يا جماعه نحضر كده ايه الغدا على طول قبل المطبخ عندي يبقى ايه نار كده جهنم، لان الشمس عندي ساطعه طول النهار في الجدار، وطبعا ايه الشمس بتيجي الظهريه كده او بعد الظهريه بتخلي المطبخ عندي جمر. فانا هحضر كده ايه الغدا بتاعنا كده في الطراوه على طول. اول حاجه كده يا حلوين حطيت معلقه صغيره من السمنه البلدي، ومعايا فرخه حوالي 2 كيلو او 2 كيلو وربع كده، تمام، مغسوله وزي الفل ونضيفه وعسل كده وما شاء الله شهد، يعني شمع ابيض. الفرخه بتاعتنا المقلبظه دي اتشوحت على الجنبين، وبعد كده طصيت الميه على طول على الفرخه. ما شاء الله تسويه الفراخ دي على طريقه الله يرحمها، وعلى طريقه حماتي اللي هي التانية الله يرحمهم يا رب. تمام. نحط بقى طماطمتين كده كبار. انا بحب يا جماعه الشوربه تكون لونها احمر كده وحلو، ما بحبهاش لونها مقيح اللي هي ايه تكون بيضه كده. وحطيت كده بصلتين صغيرين او بصله كبيره، وحطيت ورق لورا وكمان حبهان، وحطيت الكبده والقناصه، وكان عندي كمان كبده وقناصه بتاعت فرخه تانية حطيتهم بالمره. طبعا يا جماعه الفرخه بتديها غلوه على نار عاليه، وبعد كده بتهدي النار عليها عشان تستوي على نار هاديه. واي ريمه بتطلع كده على الشوربه تشيليها عشان الشوربه تكون رايقه وجميله وصافيه وزي السكر كده. وانا مش هحط ملح خالص ولا فلفل اسود غير لما الاقي الفرخه ما شاء الله يعني بقت كده تمام وما فيهاش اي ريمه وما فيهاش اي حاجه، عشان لو انا حطيت الملح او الفلفل الاسود من الاول وما اجي بقى اشيل الريمه طبعا هشيل الفلفل الاسود مع الريمه. فانا كده خليت الشوربه نظيفه وزي الفل، وبعد كده حطيت الملح وشويه فلفل اسود. قلبت بقى كل الكلام ده كله في الشوربه على الفرخه على الحاجات دي كلها، وبعد كده حلوين نغطي بقى الفرخه كده ونهدي النار شويه ونسيبها تستوي وشويه، واقلبها الناحيه التانية عشان برضو ايه تستوي على الجنب التاني. تعالوا بقى نحضر بقيه الاكل بتاعنا النهارده. والله كنت محتاره اعمل جنب الفرخه دي ايه، قلت اعمل رز معمر ما عملتوش من زمان، وكمان اول مره اعمله على القناه الجديده، وفي كمان ناس طلبته مني عشان ما بيعملش وش معاها فرن البوتاجاز، وكمان يعني بيحسوا ان هو ناشف من فوق. تعالى اقول لك ازاي تعملي الرز المعمر بطريقه جميله وكمان يطلع معاكي كده بوش احمر وجميل. معايا هنا حوالي 4 كوبايات رز، غسلته كويس جدا وحطيته في الصينيه، وبعد كده معايا حوالي كيلو ونص من الحليب. تمام. والحليب يكون دسم يا جماعه، يعني تحسيه كده ان هو كله قشطه عشان الرز كده يكون غني وجميل وطعمه حلو قوي. بعد كده حطيت شويه ملح في قلب الرز كده وقلبته. بص بقى وانا بقلب كده طالما حسيت ان الرز خفيف معايا يبقى هو مش محتاج حليب او ميه. لو حسيت ان الرز تقيل معايا كده في التقليب يبقى هو محتاج كمان شويه ميه او شويه حليب على حسب ما انت هتحطي. هو ما شاء الله مش محتاج اي حاجه خالص. دول حوالي 4 كوبايات رز او 5 كوبايات رز مش فاكره، بس في الحدود دي. حطيت عليهم كيلو ونص حليب. الحليب بقى يكون دافي او بارد عادي مفيش اي مشكله، وطبعا سبته نقعته كده حوالي نص ساعه عشان الحبايه تنفش وفي نفس الوقت الرز يشرب من الحليب. تعالوا بقى يا جماعه نشوف الليمون بتاعنا. الليمون ده يا جماعه انا جايباه من يومين من عربيه كانت معديه من الشارع. تمام. الكيلو كان ب7 جنيه ونص، انا جبت ال2 كيلو ب15 جنيه. الليمون ده اخضر، اديته سلقه على النار لمده 5 دقايق، وبعد كده ايه سيبته حوالي يومين او 3 ايام منقوع في الميه، وكل يوم بغير عليه، يعني كل ساعتين 3 بغير عليه عشان الليمون الاخضر بالذات بيبقى فيه مراره. لكن الليمون الاصفر انا عملته معاكم قبل كده على القناه التانية، انا بعمله في نفس اليوم بس بنقعه برضو شويه في الميه، ويعني بغير عليه كم مره في اليوم وبعد كده بعمله في نفس اليوم. غير الليمون الاخضر يا جماعه، الليمون الاخضر بسيبه 3 ايام وكل يوم بغير عليه كل شويه او كل ساعتين 3 بغير على الميه عشان ينزل المراره اللي فيه. الليمون المر عامل زي الترمس المر، والليمون الاصفر عامل زي الترمس السكري. تمام. وان شاء الله هنحدقه مع بعض او نخلله ان شاء الله الفيديو اللي جاي بس على الصفحه بتاعتي. انا كنت سلقاه ومجهزاه بس في الفيديو اللي فات على الصفحه بتاعتي، وان شاء الله برضو ايه هخليه المره الجايه على الصفحه بتاعتي. وان شاء الله لما الليمون بقى يصفر كده والزيتون يطلع باذن الله خلاص الزيتون حالا برضو نعمل معاكم الزيتون الجميل التفاح الجميل اللي يفتح النفس. كل سنه وانتم طيبين وبعود الايام. هنا بقى يا حلوين خلاص الغساله خلصت الدور ونشرت بقى الغساله هنا، وطبعا سايبه بقى الفرخه كده تستوي براحتها، وكمان اخلص بقى النشير وادخل احط الرز تحت الشوايه عشان يستوي. يا سلام يا ولاد في شويه هوا كده وانا واقفه بنشر، يا سلام. خلاص كده يا حلوين خلصت بقى نشير، وتعالوا ندخل جوه المطبخ تاني عشان نشوف الاكل بتاعنا. طبعا الرز يا جماعه بعد ما اتنقع نص ساعه حطيته بقى تحت الشوايه الاول. تمام.
بس نزلت الشبكة على اول درجة من تحت، وبعد كده حطيت صينية الرز كده تحت الشواية. اول حاجة الرز ياخد لون من فوق، وبعد ما ياخد لون كده وشه يحمر بطفي الشواية، وبعد كده بشغل الفرن من تحت عشان يستوي يغلي يعني ويتردد. بس اهم حاجة تكوني قافلة الفرن عليه عشان يعمل وش احمر جميل. تعالوا بقى نبص على الفرخة بتاعتنا الجميلة، ما شاء الله ما شاء الله بألف هنا. شايفين بقى الشوربة بتاعتنا رايقة وجميلة ولونها حلو ازاي، والفرخة ما شاء الله دايبة معانا وزي الفل. اول الفرخة ما بتطلع كده من الشوربة بقوم مرشة عليها وهي سخنة كده شوية ملح وفلفل اسود. ادي الشوربة بتاعتنا هي عسل ما شاء الله سكر. تعالوا بقى نشوف الرز المعمر بتاعنا. بصوا انا طفيت من فوق اهو لما وشه احمر وجميل تمام، وشغلت بقى الفرن من تحت. الرز شرب اللبن، وبعد ما شرب اللبن بقوم مسخنه حوالي 3 معالق كبار من السمنه البلدي، وبعد كده بطلع الرز المعمر بتاعنا على البوتاجاز او على الرخامه وافتحه كده بالسكينه عشان لما احط السمنه البلدي بتاعتنا على الرز طبعا يشرب السمنه البلدي بتاعتنا. انا طبعا يا جماعه بعمل الطريقه دي من زمان. اعملي الطريقه دي، ما تحطيش الماده الدهنيه غير في الاخر زي ما انا عملت كده، لانك انت لو حطيتها من الاول مش هيعمل وش تمام. يعني لو حطيت الماده الدهنيه من الاول خالص الماده الدهنيه هتعوم على الوش، وكمان مش هيعمل لك الوش الاحمر الجميل ده. اعملي نفس الطريقه اللي انا عملتها وان شاء الله هتشوفي النتيجه. بعد كده يا حلوين لما حطيت السمنه طبعا حطيت الرز تاني في الفرن على الشبكه اللي تحت تمام، والنار تكون هاديه عشان الرز يتردد شويه، وبعد كده هطلعه واغطيه بصينيه عشان يكون طري. طريقه سهله وبسيطه جدا. الفرخه بتاعتنا دهنتها حته سمنه بلدي ودخلتها تحت الشوايه عشان تحمر. تعالوا بقى طقم التوابل ده يا جماعه، يعني حسيته كده ان هو مش نظيف طول ما انا بقى واقفه في المطبخ بطبخ، بشوف بقى طقم التوابل ده مش نظيف بقوم منضفاه. درج كده متنعكش بقوم مرتباه. حاجه كده مش نظيفه بقوم عاملاها طول ما انا واقفه في المطبخ اداني برتب وبنضف عشان الحاجه ما تتكومش عليا واخد فيها وقت ومجهود. وطبعا الناس اللي بتسالني عن البخاخه دي فيها البخاخه دي يا جماعه فيها نص كوبايه ميه على نص كوبايه خل على معلقه صابون سائل او معلقه جل، وبترجيهم مع بعض بتمسحي بيهم باقي اللي طقم التوابل مطبخ الخشب الالموتال الرخام ما شاء الله، يعني بيلمع الحاجه وبينضف الحاجه. تعالوا بقى هنا يا حلوين ما شاء الله الرز طبعا طلعته والفرخه طبعا حمرتها، ومحمد ابني كان رايح الدرس وكان جعان، فانا احط له بقى شويه شوربه كده على شويه رز معمر، وكمان احط له حته كبده وحته قناصه او القناصه وحته الكبده، وانا اكلت معاه الصراحه يعني انا صبرت نفسي معاه بحته كبده وحته قناصه ما شاء الله. التصبيره دي بقى بتاعت زمان الجميله اللي تفتح النفس، كانت الله يرحمها الله يرحمك ياما وستي، كانت والله بتعمل لنا الحاجات دي يا جماعه واحنا صغيرين. الاجنحه والرجول والكبده والانثى تحطها لنا كده على شويه رز وشويه شوربه، يا سلام. هو ده الاكل اللي يسد ويمد، هو ده الاكل اللي يرم العظم ما شاء الله. بالف هنا على قلوبكم. اتمنى من كل قلبي ان فيديو النهارده يكون خفيف عليكي واستفدت منه وطلعت منه حتى ولو بفكره بسيطه قد كده. اتمنى كمان لو اول مره تشوفوني انا مميد ودي قناتي ما تنسيش تعملي لي لايك وشير ومشاركه. مع الف سلامه حبيبتي، بحبكم في الله، مع الف مليون سلامه، مع السلامه.